بسم الله. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هنعمل من ربع كيلو لحمه مفرومه كيلو حواوشي من الايه من لا هنخليه كيلو، وهنعمل احلى حواوشي اسكندراني. بس قبل ما نبدا، على بركه الله نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا نبدا ونقول ايه دلوقتي. احنا معانا دقيق، شوفي كميه الدقيق اللي انت عايزاه. تمام. وهنحط عليها اهو، انا بحط عليها البيكنج باودر. تمام، عشان يبقى ايه، يبقى حلو وهش معاكي. على فكره احنا بنعمل عجينه زي عجينه الايه، زي عجينه البيتزا، حلوه وما فيهاش اي مشاكل. تمام بالظبط، بس كل واحد وليه طريقته في العجينه، انا هقول لكم على طريقتي. تمام. ادي اهو حطينا البيكنج باودر على دقيق، وادي حطيت كمان الخميره الفوريه، واتاكدي ان الخميره بتاعتك اللي بتستخدميها بتكون نوعها حلو كويس. تمام. وهحط ذره ايه، ملح. دي عشان ايه، السن، وكمان بتظبط الايه، بتظبط الطعم معانا. ادينا هنحط دقيق، هنحط سوري الزيت. بس انا هقول لكم الزيت هنعمل ايه فيه ايه، عشان تعرفي ان كميه الزيت ايه مناسبه للدقيق. وهنفركه وهنعمله مع الدقيق دوت، هنخليه عامل زي الايه، زي ال زي اسمها ايه، الكسكسي. تمام. بس مش زي الكسكسي، او انا هوريكم دلوقتي مع بعضنا خطوه بخطوه ايه، ان شاء الله. تمام. ادينا حطيت كمان إيه الزيت والبيكنج باودر وذره الملح، وادي كمان الخميره والخميره الفوريه. تمام. خلاص. الواحد على فكرة وهو بيسوي غير ما بيكون شغال في المطبخ خالص مع نفسه من غير تصوير. بس اهو ايه. خلاص يا جماعة. وهنمسك الكلام ده كله وهنعجنه ايه في بعضيه. تمام. انا اهو هقلب المكونات ديت مع بعضينا. تمام. انا عايزه ايه الحاجه، كل الكلام ده كله يتجانس مع بعضيه، وتبقى ايه مفروله كده، وتبقى عامله زي حبه الكسكسي، بس تكون ايه الحبه تخينه شويه. خلاص. سميكه عن الكسكسي ايه شويه. ادينا اهو بنفروله. وممكن كمان تحطي ايه هو الزيت ده اساسي، بس كمان ممكن تحطي ايه معلقه ايه سمنه كده، تظبط الايه الموضوع معاكي شويه. سمنه او زبده اللي موجود عندك، بس اهم حاجه ان احنا الاساسي عندنا ان احنا بنحط الايه الزيت. شايفين انا عملتها ايه وقلبتها مع بعضيها ازاي، تبقى عامله ازاي. هي مش هي شبيهه بالايه بالكسكسي شويه. تمام. انا قلت لكم ايه ان احنا ايه نبقى مفرولينها ايه بالطريقه دي. خلاص. انا ما اقدرش اقول لكم هنحط كميه ميه قد ايه، اللي انتوا عارفين طبعا، كلكم عارفين، كل واحده اشطر مني بكتير، ان احنا ايه، الميه على حسب نوع الدقيق، كل دقيق وبياخد ايه كميه الميه اللي ايه اللي هو يحتاج. انا حطيتها اهو، بحط الميه، بس الميه تكون معانا ايه، مش ايه ولا ساقعه قوي ولا سخنه قوي، تكون دافيه ايه معانا قبل درجه الايه الغليان. تمام. وهنقلبها وهنعجنها مع بعضينا كده. خلاص. وهنلم الايه العجينه، بس ما نحطش الميه مره واحده، احنا نحط الميه حبه حبه. ادينا اهو عجنتها ورجعت لكم، شايفه ما شاء الله. والله انا بمسك العجينه ملبل. وعايزه اقول لكم لو انت عندك كمان معلقه معلقه لبن، زي اللبن المغفف، يبقى جميل جدا. تعالوا بقى هنسيبها تخمر، نغطيها تخمر، تعالى نعمل الخليط بتاعنا بتاعت اللحمه. تمام. الحشو. ادي معانا ربع كيلو لحمه مفرومه، هنحط عليها دهن، بقليه دهن، شوفي الايه اللي عندك. وهنحط عليها ادي بصل اهو مفروم، بس ما يكونش مفروم قوي. انا على فكره حاطه عليه ملح وفلفل، لما بتعملي البصل باللحمه، البصل تحطي عليه ملح وفلفل وانت بتفرميه، بيدي شمخه وطعم حلو. هنحط بقدونس وفلفل رومي وجزر ايه مبشور، وحبه بقدونس وطماطم متقطعه ايه حتت صغيره. تمام. هنحط كل ده على الربع كيلو ايه اللحمه اللي عندنا، والايه والدهن ايه، وحته الدهنه مثلا، او الايه او اللي انت ممكن لما بتجيبي لحمه تلاقي فيه حته ليا حته دهن زياده، شيليه. دلوقتي بقى معانا البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل والسبع بهارات وسنه قرفه، ما تكتريش القرفه عشان القرفه كتيره شويه ايه بتخلي الحاجه ايه ممرره. تمام. تمام. حطينا الملح والفلفل والسبع بهارات ايه وسنه ايه قرفه، حبه كده بايه بطرف المعلقه ايه عندك. احنا هنعجن الكلام ده كله مع بعضيه وايه، وهنشوف في الاخر هنعمل ايه. احنا كل ده احنا سايبين العجينه مغطيينها، عملناها وسايبينها انها ايه تخمر. هنفضل بقى ايه نعجن زي كانك بتعجني الكفته ايه بالظبط. خلاص. عايزه تحطيها في المفرمه، تمام حطيها في المفرمه، بس انا شخصيا بعملها ايه على ايدي. لما تعملي حاجه بايدك كده وتمسكي الحاجه، كل حاجه بايدك كده بتفرق معاك. احنا لين هو عجنتها وسبتها، انا هسيبها دلوقتي ان هي ترتاح شويه في التلاجة، عبال ما العجينه بتاعتنا ما ايه ما تخمر.
خلاص ادينا اهو عجنتها، والخميره الحمد لله خمرت معانا. هنمسك بقى ايه نكورها كده، نجيب حتت صغيره كده. ممكن تعملي سنه تدقيق على الرخامه او مكان ما انت هتفرديها عشان ايه ما تلزقش معاكي. تمام، ادي اهي. وهنقعد ايه نحاول ان احنا ايه نفرد. احنا هنحط فيها بقى ايه نفردها حته صغيره كده، ونروح حاطين فيها ايه حته من الحشو، ونروح لمينها عاملين زي الايه زي البهجه بالظبط. وهنلمها. في ممكن انك انت تعملي ايه تعملي عجين ايه، تجيبي كورتين كوره تفرديها زي الرغيف بالظبط، تروحي حاطه فوقيها الحشو تفرديه كويس. بعد كده تجيبي ايه كوره ايه، تجيبي مثلا حته عجينه تانية تكوني فرداها زي الرغيف، وتروحي حطاها ايه فوقيها، وتلمي الاطراف مع بعض. ادينا اهو وايه واروح فرداها مع بعض. ادينا اهو لميتها زي البوجه بالظبط، واروح فرداها ايه مع بعض. ادينا اهو جبت كمان قالب، واروح دهناه سنه سمنه بسيطه. تمام، وهروح فرده الرغيف اللي معايا في الايه في القالب ايه بتاعنا. انت تقدري تعملي المقاس اللي انت عايزاه. خلاص انا هضغط عليها واكورها، ادورها كده. اديني فردتها اهو في الايه في القالب بتاعنا. انت ممكن ترشي عليه شويه سمسم، ترشي عليه شويه حبه البركه اللي انت عايزاه. خلاص ودخلناه الفرن، وادي اهو طلع معانا بسم الله ما شاء الله. ما بصوا ادي اهو حلو جميل لو قلنا بس للاسف انا ما عملت لكمش الصوت في خروشه اهي، بس انا كنت بعمل لكم بالسكينه بقول لكم ايه الخروشه بتاعته اهي من بره. وما شاء الله حلو وجميل وطري وايه ولذيذ من جوه، بجد كان طعمه جميل جدا.